النهارده هعمل شيش طاووق. اول حاجه بعملها قبل ما ابدا في الشغل خالص ان انا بجيب العيدان الخشب دي وبنقعها في ميه مغليه بحيث ان هي متتحرقش مني في الفرن. بعدين عندي كوبايه زبادي، وبعدين هحط عليها ميه بصلايه كبيره. جبت البصلايه وبشرتها وحطيت عليها شويه ملح وسبتها شويه تنزل ميتها، وبعدين عصرتها وصفيتها بالمصفى كده كويس واخدت الميه بتاعتها. والتفل طبعا ما بيترمش لان في اكلات بتحتاج التفل بس، فخدته كده على الفريزر. وبعدين حطيت معلقه توم مفروم وحطيت معلقتين زيت، وجبت ليمونه كبيره كده عصرتها كلها وقلبت الكلام ده كله كويس كده. وبعدين عندي التوابل دي نص معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، معلقه توم بودره، معلقه بصل بودره، معلقه كزبره ناشفه، معلقه بابريكا مدخنه، ومعلقه كاري، كل ده معلقه صغيره. وكميه الفراخ اللي عندي دي كيلو الا ربع. وبعدين احط معلقه خل. الوصفه الاصليه بتاعت الشيش بتتعمل بوراك مش بصدور، بس انا ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده، بس قلت النهارده عشان هصور خليها صدور احسن، بحيث ان الايه يعني شكلها بيبقى منتظم اكتر في التقطيع، فمناسبة للتصوير اكتر يعني. بس هي بالوراك احلى. الوراك طبعا طعمها مختلف عن الصدور وفيها دسامة اكتر. وبعدين جبت بصلتين كده صغيرين قطعتهم 4 تربع وفصلتهم كده ايه رقتين رقتين، والقلب ده مش هيترمى طبعا. وبعدين جيت للفلفل الالوان وقطعته كده مربعات قد بعضها. واللي بيتبقى مني طبعا برضو مش هرميه، هقطعه كله صغير كده، اللي اتبقى من الفلفل واللي اتبقى من البصل. وهجيب عليهم كده بطاطستين صغيرين هقطعهم مكعبات واحطهم كلهم على بعض كده، وهفرش بيهم فرشة في الصينية تحت الشيش. ويبقى انا كده عملت صينية 2 في 1، عملت الفراخ وعملت الخضار تحتها، مفضلش بس غير اني اعمل جنبها شوية رز. هاجي بقى ارص الخضار. هحط الفلفل الاول بالوانه، وبعد كده هحط كده بصلايه بظهرها واحط عليها قطعتين فراخ، وبعد كده هقفل عليها ببصلايه كده بوشها، وبعدين احط الفلفل تاني واحط برضو بصلايه بظهرها واحط قطعتين فراخ وهقفل عليها برضو بصلايه بوشها، وهكمل فلفل الوان. بصوا منظرها عامل ازاي. بصوا شكل الاكل بيفرق على فكره، بيفتح النفس والله. والالوان بقى بتشدني كاني طفله صغيره بالظبط. على فكره انا كنت بجيب خلطات الشيش الجاهزه بتاعت الشركات دي وجربت كذا شركه، طبعا مش وحشين ولا حاجه وبينجزوا في الوقت والكلام ده، بس بصراحه يعني احلى خلطه اللي انا عملتها على ايدي دي. مظبوطه جدا جدا، وانا اللي بتحكم في ملحها وبتحكم في المقادير، انا اكتر ده وازود ده. احنا عندنا في البيت يعني نادرا لما نتفق على اكله، واليوم لما نتفق على اكله يبقى كل واحد ليه ذوق فيها مختلف عن التاني. عشان كده عامله اعواد ببصل وفلفل، وعود ببصل بس من غير فلفل، وعود ساده كده من غير اي اضافات. وطبعا بما اني عامله الشيش ده 100 مره قبل كده، فانا خلاص انا حافظه بقى انا هستخدم قد ايه بصل وقد ايه فلفل، فبعرف اظبط الكميه بحيث ان انا مهدرش منه خالص. هاجي بقى الباقي التتبيله اللي اتبقت مني وهزودها شويه ملح، وبعدين هجيب معلقه صلصه كده وهفكهم بشويه ميه سخنين وانزلهم على الخلطه، واحط شويه فلفل اسود، ولقيتها تقيله معايا كده فهزودها ميه تاني وهقلب كويس وهنزل بيهم على الصينيه
وهحطهم على الخضار اللي انا حطاهم في الصينيه. لقيتها برضو لسه تقيله، حطيت عليها شويه ميه وقلبتها كده كويس، وبعدين هبدأ ارص الشيش عليها كده، واحط باقي التتبيله، وبعدين دخلتها الفرن ربع ساعه، وبعدين قمت مطلعاها دهناها كده دهنة زيت ومدخلاها ربع ساعه تاني، وبس كده.